يعني عادي اقول الكلام اللي في خاطري. للاسف الشديد الاعلام المزيف اللي نقل الصوره الخطا عن البصره كله خطا. انا اقول لكم نحن جينا وشفنا الواقع. انا اقدر اتمشى في البصره وارجع لحد الفجر ببيتي بكل امان. دام انك انت في وسط اهل البصره فانت في وسط الامان. نصيحه لكل الخليجيين، تعالوا البصره. هذا نحن مستانسين. حد اذاكم؟ حد ازعجكم؟ ابدا. والله قعدنا يومين مرتاحين وما بنطلع من البطوله. حتى لو طلع المنتخب العماني راح نقعد لحد نهايه البطوله. مستانس. استقبلت المنتخب العماني بمواساة يا ريت تسمعنا المنتخب العماني. وهذا يلا هذا العماني جاكم وشعاره سيف والخنجر عماني. هذا العماني جاكم وشعاره سيف والخنجر عماني. والخنجر عمانية والخنجر عمانية والخنجر ايوه عمانية. يا سلام. شكرا لكل اهل البصره، اهل كرم، اهل طيبين. بامانه انبهرنا وانصدمنا. اطيب شعب اهل البصره. يا الخليجيين تعالوا، واذا طلع كلامي غلط انا مستعد ارجع عمان مشي. يعطيكم العافيه. الله يحفظكم. ما قصرت. تفضل. والنور. والله الوضع في البصره صراحه شيء يتلق الصدر للامانه. نحن من دخلنا من الحدود فاجأنا بجماهير العراق في الحدود يرحبوا ويهللوا فينا. للامانه يعني تواضعهم كرمهم خلانا نخجل للامانه. والحقيقه الاخوان ما شاء الله ما قصروا. قال ابد ما تروح مكان، ابد اقامتك في بيتنا، ابد ما تروح مكان. والله هذا الشيء يخلينا نخجل من التواضع. وجينا ووصلنا هنا هذا المكان الطيب للامانه. شفنا البصره كاني انا جنب بيتي جالس. شوف كلمة الجماهير الخليجيين. تعال ياي. انا اقولهم تعالوا ياي. الجماهير الخليجيه تعالوا ياي. شوفوا البصره، شوفوا الواقع، شوفوا الجمال، شوفوا اهل البصره، شوفوا اهل العراق. للامانه على راسنا والله فخر للامانه فخر. يعطيك الصحه والعافيه.